دي بقى الكيكة اللي بتتعمل وبتخلص في نفس اليوم لأنها طرية ولذيذة جدا، وكمان سهلة وبسيطة ما بتحتاجش أي أدوات. في الخلاط هنضرب كل المكونات مع بعض فمش هتاخد منك أي وقت في تحضيرها. في الخلاط هنحط 3 بيضات ويكونوا بدرجة حرارة الغرفة، ويكونوا 3 بيضات كبار مش صغيرين، لو صغيرين حطوا 4. وهنحط كمان كوباية وربع من السكر، ممكن نخليهم كوباية ونص، ورشة من الملح. هنضرب المكونات دي مع بعض لغاية ما السكر يدوب تماما والخليط يفتح كده شوية. بعد كده هنضيف نص كوباية من اللبن، وهنضيف كمان عليها كوبايه الا ربع من الماده الدهنيه. انا بفضل انها تبقى ميكس ما بين زبده وزيت، بس ممكن تستخدموا زيت بس لو عايزين. وهنحط معلقه صغيره من الفانيليا وعلبه صغيره من الزبادي اللي هي 110 جرام. هنضرب كل المكونات دي كويس جدا مع بعض لمده دقيقتين لغايه ما الخليط يبقى بالشكل ده. بالنسبه للمواد الجافه احنا هنحتاج كوبايتين ونص من الدقيق، وطبعا الدقيق يكون منخول، وهنضيف عليه ربع كوبايه من النشا وكيس من البيكنج باودر اللي هو 16 جرام. هنقلبهم مع بعض كويس جدا، وممكن كمان ننخلهم مرة تانية قبل ما نضيفهم على الدقيق. وبنضيف الدقيق على مرتين، بحط نص مقدار الدقيق في الأول وبقلب المكونات لغاية ما الدقيق ما بيختفي تماما، وبعد كده بضيف النص التاني وبنقلبهم كويس لغاية ما الدقيق ما بيختفي تماما وما يكونش فيه أي تكتلات. وهو ده القوام بتاع العجينة المظبوط، لا تقيل قوي ولا خفيف قوي. هعمل جزء بالشوكولاتة بس معلش الكاميرا فصلت وما صورتش الجزء ده. أنا حطيت ربع كوباية من الكاكاو الخام الغير محلى، وحطيت عليه ربع كوباية من اللبن لغاية ما وصل للقوام ده. ممكن تحتاجوا معلقة زيادة عشان توصلوا للخليط بالقوام ده. وبعد كده ضفت عليه جزء من خليط الكيك اللي كنا محضرينه. هقلبهم مع بعض وكده بقى جاهز. بالنسبة للصينية اللي هخبز فيها مقاس 24، أنا دهنتها بالزبدة وعفرتها أو غلفتها بالدقيق بالشكل ده. بعد كده هحط فيها مقدار العجينة بتاعت الكيكة. أنا بعملها بالتبادل ما بين عجينة الفانيليا وعجينة الكاكاو. ممكن تغيروا تحطوا كل الفانيليا مرة واحدة وتحطوا الكاكاو من فوق حسب ما تحبوا. وبعد كده بالمعلقة كده بعمل خطوط كده رايح جاي أو حواليها، بحيث ان هي تدينا شكل يعني تموجات كده بعد كده. وبديها خبطتين 3 كده قبل ما بدخلها الفرن. الفرن بيكون سخن على 180. بدخلها في الرف الوسطاني بتاخد من 45 ل 50 دقيقة. انا طبعا قبل ما ابدا اشتغل في الكيكه دي ببقى مشغله الفرن عشان تبقى سخنه اول ما الكيكه تبقى جاهزه. بسيبها تهدى كده يعني حوالي 3 4 دقايق، وبعد كده بقلبها. ممكن تتقلب على شبكه او في الطبق، بس يفضل شبكه يعني افضل كمان. طبعا الافضل بكتير ان احنا نسيبها تبرد قبل ما نقطعها عشان ما تفرولش مننا. بس طبعا انا ما صبرتش وقطعتها عشان اوريها لكم حتى وهي لسه سخنه جدا عامله ازاي. طبعا شكلها واضح، انا مش محتاجه اتكلم كتير. طريه جدا، المسامات بتاعتها صغيره زي ما تكون كيكه اسفنجيه، مش مجرد كيكه عاديه معموله في الخلاط. بجد جميله جدا، والخطوط بتاعت الكاكاو طبعا مديها منظر لذيذ، الاطفال بالذات بيحبوها جدا. هنا بعد ما سبتها هديت كده وبقت بدرجة حرارة الغرفة، مش سبتها كتير يعني. بصوا بقى شكلها بقى متماسك اكتر، والمسام بقت واضحة قوي هي بالنسبة لكم قد ايه هي يعني صغيرة. بجد جميلة جدا ولسه محافظة على طراوتها، يعني حتى بعد ما بتبرد بيبقى لسه بنفس الطراوة والجمال. طبعا احنا بعد ما بنخلص تقطيعها لازم نغطيها بحاجة او نحطها جوه علبة محكمة الغلق عشان تحافظ على الطراوة بتاعتها. لايك وشير بقى للفيديو ده عشان يوصل لناس اكتر، وبالهنا والشفا مقدما لكل اللي هيجربها. واشوفكم على خير الفيديو الجاي.